مساء الخير. جالي سؤال بيقول هل ال AI ممكن يبقى خطر على حياتنا أو حاجات زي الموضوع ده يعني. أنا دايما بحب أفكر في السؤال ده بشكل يعني ما بحبش مثلا أقعد أدخل نفسي في خيالات مثلا تخوفني أو كده. هقول لكم حاجتين. أول حاجة، ربنا قال آية إن مع العسر يسرا، ففي النهاية أي موقف سلبي دايما هيكون معاه لو انت قعدت تبحث وتدور في عقلك هتلاقي معاك الجزء الايجابي بتاعه، ففي النهايه هتقدر ان انت توصل. فلازم يكون عندك المرونه الفكريه انه لو حصل حاجه معينه مثلا انا هعرف اتصرف علشان ربنا قال لي ان مع العسر يسرا، ففي النهايه انت هتقدر ان انت تتصرف. دي اول نقطه. لان انا النهارده ما اقدرش اقول لك مثلا لا فيقدروا يوصلوا لحاجه اسمها الاي جي اي، واتكلمت عن فيديو قبل كده عن الاي جي اي. اي جي اي ده زي حاجه اسمها الذكاء العام. الذكاء العام ده اللي هو يقدر يتكلم ويفكر زي البني ادم، وبالتالي هو ساعتها هيبقى في حاجات كتير قوي غير متوقعه هتحصل بسبب الموضوع ده. فما اقدرش اقول لك اي حاجه. لو قلت انه مش هيضر وقدروا يوصلوا للاي جي اي باي شكل، ففي النهايه ده هيكون في ضرر وهكذا. ففي النهايه انت لازم يكون عندك المرونه الفكريه انك ما تخوفش نفسك، انك ما تفكرش وتبقى اوفر ثينكينج في حاجات ممكن يعني هي تحصل. لما تحصل لا قدر الله مثلا هي هتحصل على البشر كلهم، ففي النهايه هتأذي نفسك ولسه مفيش حاجه حصلت. تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، الخوف. فكره الخوف بشكل عام، لو انت عايز تتخلص من خوف معين من حاجه معينه قوم واجهه، بس انتهت. جيب اخره، جيب اخر القصه، جيب اخر الحوار. ولما يحصل هو هيحصل على كل البشر، وبالتالي في النهايه كل البشر هم هيبقوا معاه. في النهايه مفيش مفر معين، ففي النهايه الخوف غير منطقي اساسا. دي يعني بصراحه فكره. ثانيا، بناء على اللي انا قراته واللي انا اعرفه في الاي اي وبحثت عنه والكلام ده كله، الموضوع لسه قدامه شويه وقت كتير على بال ما يقدروا يوصلوا لحاجه اسمها الاي جي اي او الذكاء العام. فمن وجهة نظري لسه في وقت على بال ما يبقى حاجة زي كده ممكن تحصل. بس في النهاية برضو الاي اي في النهاية هو الاثر بتاعه اللي ممكن يخلقه هو انه يخلي معظم البشر ما عادش لهم لازمة، خصوصا الناس اللي مش بتفكر. يعني ايه الناس اللي مش بتفكر او مش بتستخدم عقلها بشكل كبير في يومها؟ يعني او مش بس كده، كمان المبدعين قليلين. تمام؟ فمثلا انت شخص بتعمل الحاجه تقليدي، مفيش عندك ابداع. يعني مفيش عندك مثلا ان انت تاخد الحاجه وتغيرها وتلعب فيها وتخترع سوليوشن جديد وتطلع حاجه جديده ما عندكش القصه دي، او ما اتدربتش عليها، او ما بتعملهاش، او شغلانتك اصلا ملهاش علاقه بالقصه دي. ده الشخص اللي هيتاثر عليه. طب الشخص اللي مش هيتأثر عليه هو الشخص المبدع، الشخص اللي النهاردة عنده سوليوشن، عنده جديد، عنده حاجات طول الوقت، عنده حاجة. فاهمين الفكرة؟ بعتذر ان انا طولت، واتمنى تكون النقطة وصلت، وشكرا لي.